سلام البنات، واش راكم؟ تكونوا بخير، تكونوا لاباس. طلعت عليكم بهذا الفيديو هدايا، فيديو شباب بزاف، يمدكم كامل طاقه ايجابيه. غير قعدوا هنا ما تروحوش بعيد البنات. قولوا لي كيفاش راكم مع الفروض، شاكو دايرين فيها مع وليداتكم. على بالي بلي كامل رانا بلا بريسيون، رانا كامل بداك الضغط هذاك. روحوا منا، شوف هذه قرا منا، حكم وليدك حكمي بنتك. يعني ماشي سهله، على بالنا كامل رانا فيها خيات يما، حنا واعره واعره. ربي يحفظنا وليداتنا ان شاء الله يا ربي، وربي ينجحهم ان شاء الله. المهم البنات، اليوم حنبارطاجي معكم وصفتين. الوصفه الاولى تاع ميمتي العزيزه، ربي يحفظها وربي يحفظ كامل امهاتكم ان شاء الله يا ربي العزيز. هاد الوصفه خبوها رمضان، يعني ديروها للازواج تاعكم، ديروها ليكم نتوما، غير تجربوها تجي واحد البنه ما نحكي لكمش عليها. ونزيد نبارطاجي معكم الكسره ولا الرخصيص، يعني كل واحد كيفاش يقولها في المنطقه ديالو. هاد الوصفه ديال الكسره مديها لكم بمقادير مضبوطه، وندير لكم يعني مقادير يعني صغار البنات، يعني كتره كتره. المبتدئات كان بزاف اللي ما يقدروش يعني يديروا كسره يعني يعني بالكيله كبيره، عندكم بالكيله صغيره. يلا خياتي، ها ما حنا نبداو. كيما قلت لكم انا مع الاول، يعني نكيل بالكيله يعني صغيره بالنسبه كتره المبتدئات. هنا كيلت يعني بالكاس، يعني تاع 220 مليلتر. وانتم كيلو يعني بالمقدار اللي نتوما عندكم، مو فين باهي مو فين يديروا الكسره ما يخافوش. المهم هنا خياتي، هنا نسحق 2 كيلات تاع عفوا 4 كيلات ديال الدقيق. الكاس اللي عبرت به الكاس تاع 220 مليلتر. وبالنسبه يعني للدقيق خياتي، هنايا نسحق الدقيق اللي يكون يعني متوسط، اللي رايح شويه للرقيق، ما نديروش يعني المتوسط اللي رايح للخشن. هاد يعني المعلومه البنات لازم اللي موفين، اللي ماشي موافين خياتي، اللي ماشي موافين يديروا كسران، نقول لكم ديروا يعني بدقيق اللي يكون اموايا ولا متوسط، ماشي اللي رايح للخشين. وهنا بالنسبه للمغرفه، نسحق المغرفه ديال القهوه، ماشي مغرفه تاع لاتاي وماشي مغرفه تاع اللي نديروا بها التحليه اللي نعبر بها. فوالا هنايا يعني بكل 2 كيلات ديال دقيق نسحق مغرفه صغيره ديال الملح. ها راكم معايا هنا البنات، يعني بالنسبه للبنات اللي مازال ما يعرفوش يديروا الكسره. ونزيد نضيف كيف يعني 2 كيلات ديال الدقيق، نضيف لها مغرفه صغيره ديال الملح. نحكم المغرفه نفسها خياتي هنايا، نضيف لها مغرفه صغيره ديال خميره ديال الخبز 2 كيلات. درت 2 كيلات مغرفه تاع خميره تاع الخبز، و2 كيلات الاخرين مغرفه كبيره صغيره عفوا ديال الخبز. ونضيف ثاني ديك مغرفه صغيره ديال السكر. ونزيد نضيف 2 كيلات الاخرين مغرفه صغيره ديال السكر. وهنا خلطي كلش محنا، خلطي كلش يعني لا السكر الملح الخميره تاع الخبز، خلطي كلش مليح يعني يدخل كلشي في بعضها. يعني هاد الكيله اللي قلت لكم انا عليها كيله صغيره، يعني باش يعني بالنسبه للمبتدئات كان بزاف اللي ما يقدروش يعني يديروا كيله كبيره، الكسرات تاعهم ما تجيهمش يعني ما تجيهمش مليحه. يعني النهار الاول ديروا هكا يعني بكيله صغيره بالكاس. ومن بعد كي تبداو خلاص يدكم تمشوا يدكم تمشي. يما حنا خلو الدراري الصغار واش داروا فينا، فقت الفرن تلفنا كلش. المهم ديروا دعبروه بالكاس الصغير، ومن بعد كي تخلص مشيتكم دعبروه بالكيله الكبيره. هنا نضيف لها نص كاس ديال الزيت، نص كاس تاع الزيت، راكم معايا هنايا ماشي كاس، نص كاس تاع الزيت. الامانه خييتي هنايا انا درت نص كاس، يعني درتو شويه تاع زيت الزيتون، ونصو درتو الزيت يعني تاع المائده عادي. وهنا هنا واش ندير يعني نبس هكا مليح مليح بيدي كيما راكم تشوفوا هنايا، ندخلها مليح مليح هكا في يديا، ونبسس الدقيق ديالي. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، فوالا هكذايا يعني نبسها كامل. وكيما قلت لكم نص كاس تاع الزيت ماشي كاس. وانا درت لها يعني نص تاع الكاس درت له شويه تاع زيت زيتون وشويه تاع زيت ديال المائده. ومن بعد هنايا البنات يعني باش نلم الكسره تاعي ولا العجينه تاعي، نحكم الماء ونبقى ندير غير بشويه حتى نلم كامل العجينه. وما تسحقوهاش تكون جاريه حتى تهرب منكم ما تجيكمش مليحه، تجي شويه ريحه اليابسه يعني العجينه تاع الكسره ديالكم. هنا البنات الامانه انا درت لي كاس وشويه ديال الماء، انا كنضيف غير بشويه حتى نتحصل على القوام تاع العجينه تاعي تكون شويه اطريه. وهنا يا خياتي البنات صغارات المبتدئات، يعني حكموا العجينه تاعكم قطعوها ما تعجنوهاش، قطعوها بين يديكم. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. لو ما عاد واش ندير نقسمها على 2،
يعني هنا ب4 كيلات تاع كيسان تاع 220 مليلتر انا درت لي زوج كسرات يعني تاع رخصيص. فوالا دوكا نحكم يعني العجينه تاعي يعني ولا الكسره تاعي يعني نحكمها كنسي نسقمها كامل هكا كيما راكم تشوفوا. ندورها هكذايا و ميم طون انا نخليها هنايا نخليها تريح لي حوالي هك 6 دقائق ولا 7 دقائق ماشي كتر. فوالا نسي نسقمها كامل هكا كيما راكم تشوفوا هنا البنات. وقطعوها وما تعجنوهاش كيما قلت لكم قطعوا وما تعجنوش. وهنا البنات نخليها تريح كيما قلت لكم 6 دقائق هكاك حتى 7 دقائق. وميم طون لا يعني ميم طون البنات الطاجين تاعي راهو يسخني من جهه اخرى. هنا بعد ما خليتها تريح لي نشوفوا الطريقه واش حندير نحكمها يعني نضغط عليها هنايا قبل يعني في كيما يقولوا لنا نسوديها. فوالا لان هاد الطريقه هذه يعني درتها معكم باش ما يا اخي الكسره تاعكم باش ما تجيكمش يعني مشقه ما تجيكمش تفتت تجيكم يعني مسقمه ومليحه. شوفوا ومن بعد يعني عاودوا دوروها وضغطوا عليها البنات هكا بيديكم ضغطوا عليها ولا ديروها دبازي كيما حبيتوا نتوما. ضغطوها مليح مليح كيما راكم تشوفوا هنايا كيما قلت لكم يعني باش الكسره تاعكم تجيكم يعني ملساء ما تجيكمش كامل فيها دوك التشققات وما تجيكمش يعني تتفتت لكم في الطاجين وتنجحوا فيها البنات يعني عينيكم مغمضين. دوكا نحكمها يعني نجيب الحلال تاعي تقدروا ديروها بيديكم ولا نحنا نستعملوا حلال يعني باش نزربوك هذا مكان نزربو وتكونش يعني اللي تخاص على اليدين فيها. فوالا دوكا نسي هكا يعني نحلها بالحله على شكل دائره كما راكم تشوفوا هنايا. شوفوا القاوم كيفاش جاتني الكسره نقربها معكم وتشوفوا شوفوا ما كاش كامل الخطوط هذوك ما كاش كامل البنات يعني تبعوا بالنسبه للمبتدئات تبعوا بك من الاول لاخر كيفاش راني نقول لكم. فوالا هنايا بعد ما سخنت الطاجين تاعي كيما قلت لكم هنا نحكم الكوردون ماشي الفرشيطه البنات ثقبوها بالكوردون يعني باش نتجنبوا البنات كي نديروا بالفرشيطه ما يجوش هذوك يعني بيناتهم هذوك ما تكونش ديك البيوضيه بيناتهم. دوكا نثقبها كامل هكا بالكوردون نخليها طيب لي قبل مليح مليح من تحت ومن بعد باش نقلبها لوطخو كوتي يعني من الجهه الاخرى. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا هذه بالنسبه للكسره الثانيه. شوفوا البنات نعاود نحكم قلت لكم الكوردون يعني نثقبها كامل وكما قلت لكم انا مع الاول العجينه تاعكم ما تعجنوهاش قطعوها بين يديكم ومن بعد لموها ديريكت وخليوها تريح لكم هكاك 6 دقائق 7 دقائق وميم طون الطاجين تاعكم راهو يسخن وديروا الكسره تاعكم طيب لكم يعني ساهله مهله وناجحه مليار بالمية. فوالا هنايا بعد ما طابت لي البنات من تحت كما قلت لكم خليتها قبل طابت لي كامل تحت شدت روحها باش انا اقلبتها من الجهه الاخرى. فوالا هنا خياتي كيما راكم تشوفوا شوف جاتني يعني الكسره تاعي جاتني هايله 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 البنات جات حميمره وبنينه وتجيكم خفيفه تقول راكم تاكلوا في الكاطو. يعني بالنسبه للمبتدئات البنات صغارات اللي مازال ما يديروا لا يعرفوا يديروا كسره راني قلت انا بديتها لكم يعني مقادير صغيره غير بالكاس غير بالكاس جربوها يعني بشويه بشويه من اليوم تخسروا اليوم ديروا حتى باذن الله ان شاء الله راكم تنجحوا فيها وديروها. وبالنسبه يعني اللي ما يعرفوا يعني ما شاء الله عليكم على بالي كامل تعرفوا ديروا الكسره وتعرفوا كامل تنجحوا في الكسره. قلت لكم هاد الطريقه هذه اللي عطيتها لكم تاع الكسره تجي ناجحه 100% البنات وما تجيكمش تفتت وتجيكم بنينه بنينه تقول كاطو. اما هنا حباباتي خياتي كيما قلت لكم انا مع الاول رحت لدارنا رحت انا بالخميس يعني بت الجمعه والسبت دارت لي ميمتي ربي يحفظها لي وربي يحفظ كامل ميماتكم ان شاء الله يا ربي العزيز. هنا دارت لنا جواز جلبانه مرقه بيضاء واحد البنايه البنات ما نحكي لكمش عليها. دارتها بصدر تاع الدجاج دوك نقول لكم انا علاش يعني دارت صدر تاع الدجاج وما دارتش لي كويز. فوالا دوك هنا البنت حكمت يعني القدره تاعها دارت الزيت دارت ما سخنت لها تخي بيان ومن بعد حكمت صدر تاع الدجاج قلاتو مليح مليح في ديك الزيت وزادت لها ولا ضفت لها هنايا حبه بصل كبيره يعني سكربشتها مليح مليح كيما راكم تشوفوا هنا خياتي. قلت لكم دارت صدر تاع الدجاج وما دارتش لي كويس دوك تفهموا علاش يعني هي دارت صدر تاع الدجاج يعني الوصفه تاعها هنايا يعني تسحق يا صدر ما تسحقش يعني لي كويس. شوفوا هنايا ومن بعد قلت لكم دارت حبه تاع بصل كبيره هنا راهي تقلي تنحي وما تقلي حتى يعني باش ما تلصقش يعني ما يلصقش الدجاج تاعها في داخل القدره. فوالا وما راهي تقلب هكذا كيما راكم تشوفوا. وبالنسبه هنا التوابل واللي هي لي زيبيس درت فلفل كحل درت فلفل كحل درت شويه تاع الملح والكركم ومكعب واحد تاع الدجاج يعني درتهم كامل لداخل كيما راكم تشوفوا هنايا. فوالا البنات ومام طون راهي هكا تخلط تخي بيها هكذا لداخل يعني قدره. قلت لكم دارت حبه بصل كبيره ولا كان عندكم نتوما بصل صغير ضيفوا جوج حبات بصل يعني تاع ضيفوا جوج حبات بصل. فوالا
ومن بعد حكمت هنا السناريه ولا الزروديه ولا الجزر، كل واحد كيفاش يقولها، قطعتها هكا دي غوندال، وزاد ضفت لها من الفوقه الجلبانه، يعني درت الزروديه والجلبانه او ميم طون كامل درتها فوق، يعني فوق الدجاج، وتخليهم يتقلاو مليح مليح، يعني ما تضيفش هنا كامل الماء حتى تشوف بلي يعني تقلاو لها مليح، يعني السناريه والجلبانه وميم طون الدجاج كيما راكم تشوفوا هنايا زرت عليه تقلات تخي تخي بيان، وميم طون راه يتحرك، يعني باش تضيف لها هنايا الماء. يعني الامانه البنات الماء كيضيفوه من الفوق ضيفوه يكون سخون ما يغلي ماشي ما بارد، يعني باش باسكو نعرفوا حنا الجبانه درنا لها ما بارد تعاود يعني تتجمد معاكم وتجيكم ومن بعد يابسه. هنا خياتي كيما قلت لكم علاش درت تاع الدجاج وما دارتش لي كويس، باش تقطع الحكمت الزر تاع الدجاج قطعته على الطول، ومن بعد حكمت البيض خبطته مليح مليح يعني البيض، درت يعني الدجاج تاع الداخل، ومن بعد عاود دارته في داخل لاشابلور. هاد الطريقه البنات كي دارتها صدقوني تجي واحد البنه واحد يجي بزاف بزاف هايل في الجواز تاع الجلبانه ديالكم. جربوا هاد الطريقه هذه، قلت لكم خبوها رمضان، ديروها لديوركم، ديروها ممكن تروحوا تكونوا دار عجوزكم دار شيخكم، والله البنات غير تفرحكم وتحمر لكم وجوهكم، حتى مع زواجكم على بالي يفرح بها وتعجبوا بالبزاف، مام وليداتكم يعني كامل، يعني العائله على بالي الا جربتوها ما تندموش كامل عليها. حنا والله غير صدقوني دارتها لنا ما شبعناهاش البنات، والله جات بزاف بزاف بنينه خياتي. المهم كيما راكم تشوفوا هنايا قلت لكم بعد ما طاب داك السر تاع الدجاج قطعته هكا على الطول، وديروا هكا في البيض، يعني ود الدجاج تحكموا هكا في البيض، ومن بعد عاود تحطوا داخل لا شابلور فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا حتى تكملي الصدر تاع الدجاج كامل تاعك. المهم البنات، ومن جهه اخرى هنايا حكمت يعني المقله درت لها شويه تاع الزيت وشويه تاع المارغرين، بعد ما سخنت مليح مليح تقليهم، يعني تقليهم في دو كوتي، يعني من جهتين، كي تشوفوا بلي يعني حمر لها مليح يعني من تحت تعاود تقلبها من جهه الاخرى، يعني يحمروا لها مليح مليح من جهتين، من الجهه التحتانيه وزعوا تقلبها يعني جهه اخلاف فوالا كما قلت لكم. بعد ما تحمرت لها مليح مليح يعني من جهه، تعاود تقلبها جهه خلاف وتحمرها تخي تخي بيان فوالا. هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما خرجتهم كامل من المقله، قلت لكم درت شويه تاع الزيت وشويه ديال المارغرين. ومن جهه اخرى هنا خياتي واش دارت، حكمت صفر تاع البيض ماشي حبه تاع البيض، صفر ديال البيض، وضفت له هنايا الفرomاج، تحموا ديروا فرomاج تاع لي بورسيون كيما درت هي، ولا فرomاج تاع الميزان، ونص كاس تاع القارص. كيما راكم تشوفوا انا تخلطهم مليح مليح ميكسيتهم يعني مليح مليح فوالا كيما راكم تشوفوا. قلت لكم درت الفرomاج، درت نص كاس تاع القارص، وصفار ديال البيض، وحكمت هنا المعدنوس بعد ما غسلته تخي تخي بيان، وقطعته كيما راكم تشوفوا هنا قطعته كامل صغير. ومن بعد هنا المرقه بعد كيما راكم تشوفوا هنايا قلت لكم بعد ما نحت يعني الزر تاع الدجاج تضيفها على المرقه فوالا هنايا، وما تحكمت يعني القدره تاعها راهي تخلط فيها فوالا البنات كيما راكم تشوفوا. بعد ما طاب جواز تاع الجلبانه، ان شاء الله تعجبكم الطريقه تاعها ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله كامل تجربوها، خبوها رمضان، ديروها كيما قلت لكم لديوركم دار شيخكم على بالي ديروها تحمر لكم كامل وجهكم. هذه هي البنات نقول لكم الحق لهذا الفيديو، سلام.